مثبت ميك اب محمود سعيد. انا المثبت ده مش هبالغ لو قلت لكم ان انا مثلا بستخدمه بقالي مثلا 4 سنين او حاجه، واستخدمته في شغل واستخدمته على نفسي واستخدمته على العرايس. بصي يعني انا من رؤيتي الشخصيه انك ما تكلفيش انك تشتري مثبت ميك اب 500,000 مليون جنيه. محمود سعيد بيكفي ويوفي. ده على فكره شارياه ب 200 جنيه، وده حاجه مش طبيعيه لانه هو بقى غالي دلوقتي، بس انا شارياه والله العظيم الشهر اللي فات ب 200 جنيه بس هي التركيه فيه في انك تستخدميه ازاي وتفهمي الميك اب بتاعك هيروح فين وانس انك تستخدميه. خليني بس اقول لكم على حاجه في كليب في اخر الفيديو ان شاء الله هتلاقوني بعد ما اجي من المناسبه وانا بوريكم شكل الميك اب بعد ما اقعد 500,000 ساعه. فهمي حاجه، انك اول ما هترشي محمود سعيد وشك هيبقى جاف جدا وهتحسي ان وشك كرمش، ولو بصيتي على المرايه على طول هتلاقي ان وشك مشقق وكانه متغير كده. ما تقلقيش خالص، بعد شويه اول ما تعرقي زي ما انا يعني لسه رشاه وعرقت، اول ما بتعرقي الميك اب كله بيندمج في بعضه. محمود سعيد بيترش يا من بعيد قوي يا من قريب، بس بصي انا مش عايزه يعني ارش دلوقتي تاني، بس بدل ما احنا هنبخ بخه جامده اللي هو هندوس بغباء، بس كده فس كده بسيطه قوي، عشان الدوسه الجامد دي انتي اللي هتتعكنيني معاها بعدين، لان ممكن البخه الجامده دي تعلم في حته من وشك. والفكره في انها لو علمت مش شرط ان هي تثبت لك الميك اب، انت ممكن لو رشيتي منه كتير، لو رشيتي منه من قريب وانت دايسه دوسه جامده الميك اب بتاعك هيتمسح. يعني اول ما تعملي كده، عشان هو بيجفف الميك اب قوي، اول ما تعملي كده تلاقي الميك اب كله بيفرول وبيطلع في ايديكي. فحذاري من النقطه دي. اي حاجه في الميك اب او اي حاجه عامه في الحياه، يعني بس مش عايزين فلسفه دلوقتي، اي حاجه في الميك اب كترها بيقلب عكسها على طول، ولازم تاخدي بالك وانت بتستخدمي اي مثبت ميك اب. بس انا بنصح طبعا بمحمود سعيد اولا انك تركزي جدا في التكنيك بتاعك في الميك اب. تاني تكنيك هو تكنيك المحافظه على الميك اب. حبيبه قلبي، مش معنى ان انا رشه مثبت ميك اب ان الميك اب هيفضل ثابت وانا مش محافظه عليه. مش بنجيب منديل جنب وشنا، يعني لو تلاحظوني يعني او مش هتلاحظوني مش عارفه، بس انا في كل الافراح او كل الايام اللي انا بحط فيها ميك اب دايما مهما ثبت اكيد هرجع البيت مفيش ميك اب على مناخيري. طول الوقت ايدي على مناخيري حتى لو ما عنديش اي حاجه، طول الوقت هو هوس كده. فدايما الميك اب ممسوح من على مناخيري، بس ممسوح من على مناخيري بس. متوقعيش انك هتعيطي والميك اب هيفضل ثابت معاكي لو مسحتيه بمنديل. اما بنعرق مش بنمسح وشنا بمنديل يا بنات، اما بنعرق بنهوي. انا حاطه الميك اب الساعه 5، الساعه دلوقتي 1 بالليل، انا لسه داخله وعايزاكم تشوفوا الميك اب. يعني انا مش عارفه انا اخش فين اكتر من كده، يعني خط صغير جدا اصلا، يعني كاد ما يكون مش باين، تحت العين لذيذ قوي. يعني انا داخله حرفيا يعني كده